ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب النهارده تكونوا في احسن حال. في فيديو النهارده هنحضر مع بعض طريقه لانشون الفراخ بطريقه سهله جدا وبسيطه وهتعجبكم، وبجد طريقه موفره جدا. طريقه اللانشون ده هي طريقه بسيطه جدا، لو انت قعدتي اتفرجتي على الفيديو لغايه الاخر بجد هتستفادي حاجات كتيره جدا. بصوا قد ايه جمال اللانشون، بجد تحفه. يا ريت بقى اللي يعجبه الفيديو ما ينساش يحط بقى لايك واشتراك ويفعل الجرس. المقادير بتاعتي مقادير بسيطة جدا وسهلة. أنا عندي 2 بيضة، معلقتين كبار نشا، نص كوباية زيت، ربع معلقة ملح، فلفل أسود، قطعة بنجر صغيرة، 2 مثلث جبنة، ومكعب مرق الدجاج، وعندي فلفل ألوان، وزيتون مخلي، وكيلو إلا ربع فراخ بانيه. هنحضر بقى في الكبة بتاعتي. أول خطوة هعملها إن أنا أفرم البانيه ده كويس جدا. لو انتي حابة ان انتي تجربي في ربع كيلو بس بانيه، جربي، هيديكي برضو رول حلو وهيبقى جميل جدا. اول حاجة انا فرمت الفراخ بالشكل دوت. اهم حاجة نفرم الفراخ ناعم جدا. بصوا بالشكل ده عندي. هبدأ اول حاجة اضيف يعني المكعب بتاع مرقة الدجاج، بتفرق كتير قوي في طعم اللانشون وبيبقى طعمه حلو جدا. وبعد كده هضيف الخليط اللي بعده. هنضيف ايه بقى؟ 2 مثلث جبنة. وبعد كده هضرب برضو كويس لغاية ما نعم الخليط بالتوابل بتاعتي. وبضيف بقى معلقتين النشا الكبار، ونص كوباية الزيت. وبرضو هضرب كويس قوي، انا عايزة القوام ده يبقى كريمي جدا. عندي بقى ورق فويل بالشكل دوت. وبعد كده هجيب ورق سوري كيس، يعني بالشكل اللي انتوا شايفينه ده انا فتحته. بصوا قوام الخليط ناعم جدا. وبعد كده بفرقه، يعني بفرده بالشكل دوت. هبدأ بقى احط الفلفل اللي انا مقطعاه. الفلفل دوت قبل ما انا اقطعه، يعني بعد ما انا قطعته بالشكل دوت، انا شوحته في معلقة زيت واحدة. ويا دوبك بس تبقى يعني شوحته كده يجي 3 دقايق، وشلته من على النار سيبته ملا برد خالص. وبعد كده هو اتفردنا بقى قطعة الفراخ بالشكل دوت. وبعد كده رصيت عليها الفلفل والزيتون. بصوا اهم حاجة ان انا بقفل كويس الرور عشان مفيش اي حاجة تتفتح مني وانا بعمل الرور. بلفه عادي جدا وبروح مقفلاه زي البونبونية كده بالشكل دوت. وبعد كده هلفه على الفويل. بس اهم حاجة نضغط كويس قوي عشان الرور ما يدخلش فيه مية خالص. من الناحيتين كده بالشكل ده. اقفلي على قد ما انت تقدري. بقي معايا بالشكل ده. هعمل معاكم رور كمان. الكمية اللي انا عملتها عملت معايا ال2 رور دولت. برضو خدت خليط بالشكل دوت وفردته. بعد كده هفرد برضو الفلفل اللي احنا مقطعينه. لو انتي مش حابة تحطي فلفل وتستغني عنه، ممكن تحطي فلفل اسود، اللي هو الفلفل الاسود اللي هو بيبقى حصى. اعملي كده هيبقى برضو حلو جدا معاكي. بصوا بقفل كويس الرول برضو بالشكل ده. اهم حاجة ما يبانش الخضار معايا خالص. وبعد كده هضغط كويس على الفويل واقفله من الناحيتين. بنضغط كويس قوي وبنلفه بالشكل ده. اهم حاجة نضغطه كويس على قد ما نقدر. بس انا خلصتهم. هجيب بقى حلة على النار عندي، وهضيف فيها بقى شوية ورق لورا. هبدأ بقى أضيف الرور كده بعد ما المية ما غلت، وقفلت الحلة بعد مرور نص ساعة. قلبته الجنب التاني بالشكل ده. أهم حاجة نقلبه بعد ما يعدي عليه نص ساعة. هسيبه كمان يكمل سوا، وبعد كده هنبدأ نطلعه بعد ما يعدي عليه كمان نص ساعة. هو أخد ساعة بالظبط معايا على النار. طلعته بقيه عندي بالشكل دوت. هفتحه معاكم عشان نشوف قد ايه الرول دوت متماسك وجميل جدا. اللانشون بجد دوت لو عملتيه هيعجبك قوي.
وبجد يعني هو لو كان مكلف شوية، بس انتي بتاكلي حاجة نضيفة في البيت وحاجة جميلة جدا. وفي نفس الوقت لو جبتي قارنتي بالنسبة للأسعار بتاعت بره، هتلاقي فعلا السعر دوت أوفر كتير جدا معاكي. بصوا قد ايه متماسك، وبجد الطعم تحفة. بصوا هو لسه سخن، بس انا حابة ان انا اقطعه معاكم رغم ان هو لسه سخن. المفروض ان هو يمر عليه ساعتين على الاقل في التلاجة، لكن انا قطعته على طول. فحبيت ان انا اوريكم قد ايه بجد هو متماسك وحلو جدا، والطعم بجد تحفة. بصوا ولا بيتكسر معايا ولا اي حاجة، يعني ده بدليل ان الوصفة فعلا ناجحة 100%. بصوا قد ايه للرور التاني برضو اما اللي قطعته تحفة. ايه رأيكم بقى في الجمال دوت؟ يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم واستفدتوا منه حتى لو كانت معلومة بسيطة. ويا ريت بقى اللي يعجبه الفيديو ما ينساش يحط لايك واشتراك ويفعل الجرس. استنوني بقى الفيديو القادم. باي باي.